ايه يا نجم عامل ايه؟ اه يا عم الزملكاويه زعلانين. بيقول لك النادي الاهلي، اشمعنى النادي الاهلي هيحضر له 50,000 واحد في ماتش الاهلي والسودان، واحنا لما طلبنا في ماتش الوداد الناس ما وافقتش وبتاع، والامن ما وافقش ان احنا يحضر لنا نفس العدد ده. ما انا هرد عليهم دلوقتي. طب سلام انت دلوقتي عشان هرد عليهم. ماشي، سلام 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 سلام. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الكوره مع زدان. شفت في الايام اللي فاتت ديت، من بعد موافقه الامن على حضور 50,000 واحد او 50,000 من جماهير النادي الاهلي لماتش الاهلي والهلال السوداني، شفت بعض من السوشيال ميديا الزملكاويه او من جماهير نادي الزمالك زعلانه. بيقول لك اشمعنى النادي الاهلي توافق له ب 50,000 واحد، تمام كده، ونادي الزمالك في ماتش الوداد اللي كان هنا في القاهره ما توافقلوش. شفت بقى ان النادي الاهلي ننوس عين الدوله. شفتوا بقى ان النادي الاهلي بيتدلع دايما في مصر هنا. فانا جاي علشان ارد، بص خلاصه يعني انا جاي علشان ارد على الموضوع دوت، او على السوشيال ميديا الزملكاويه اللي اتكلمت في الموضوع دوت. مبدئيا كده عايزك عارف انت ما تجيبش كيس وتملاه لي وهم وتبيعه لي وتقول لي خد يا زدان اشتري اشتري الوهم دوت، عشان انا بشتريش الوهم. يعني فاهم الفكره؟ ما بشتريش الوهم، او ما تبيعليش الوهم وتقول لي ايه خده ببلاش، مش هاخده منك برضه. يعني لو بعته لي مش هاخده، لو اديتوني ببلاش مش هاخده. ليه؟ علشان انا فايق وهرد عليك دلوقتي في الفيديو دوت. اولا، لما حضرتك تطلع تقول لي ان في ماتش الزمالك والوداد ليه ما توافقلناش على نفس عدد الجماهير، او ليه ما دخلناش نفس عدد الجماهير، فعايز اقول لحضرتك كسوشيال ميديا زملكاويه ان انت بتقارن غلط. والله انت متخيل بقى ان انت بتقارن غلط؟ اوعى حضرتك تروح تمسك لي ماتش الوداد وتقارنه بماتش الهلال السوداني. اوعى تعمل كده. والله العظيم انت خد بالك، انت كده بتقارن غلط، كده مش فاهم اصلا الموضوع. ليه؟ لان حضرتك ماتش الوداد ده ماتش في نص دور المجموعات. يعني مش ماتش، لا هو ماتش فاصل، ولا هو ماتش مصيري، ولا هو ماتش نهائي، ولا اي حاجه خالص من الكلام ده. طب انا اقول لك بقى كسدان، لما تيجي تقارن ماتش الوداد بماتش ايه؟ خليك ذكي عشان ما حدش يطلع يضحك عليك، او حد يطلع يرد عليك. خليك ذكي لما تطلع ترد بقى، او لما تطلع تتكلم. اقول لك تقارن ماتش الوداد بمين؟ تقارن ماتش الوداد، تمام كده، الزمالك والوداد بماتش الاهلي مع صن داونز. احكي لك حضرتك، ماتش الزمالك والوداد اتلعب على استاد القاهره، حلو. انا ماتش الاهلي وصن داونز اللي هو كان في نفس الجوله. انت لعبت على استاد القاهره، انا لعبت على استاد السلام. ليه؟ انا بص واضح وصريح اهو. ليه؟ لان وقتها كان بتتلعب بطوله افريقيا للشباب على استاد القاهره، فما كانش ينفع النادي الاهلي يلعب الماتش بتاعه على استاد القاهره. تمام. دي مش بتاعتك، انا عارف انت كزملكاوي او اللي كان بيتكلم في الموضوع ده، دي مش بتاعتك وانا موافق معاك. تمام كده، تمام. النقطه الثانيه بقى، انت فزت على الوداد. حلو، يعني انت ما اتضررتش في حاجه. انت طالع بتتكلم دلوقتي وتقول انا متضرر، لا انت ما اتضررتش في حاجه، انت فزت على الوداد. طب انا تعادلت مع صن داونز. يعني انا كنت اقدر اقول لك ان انا اللي اتضررت. طب خد بقى النقطه الثالثه. هل عدد الجماهير اللي حضرت للنادي الاهلي في ماتش الاهلي وصن داونز اكتر من عدد الجماهير اللي حضرت للزمالك في ماتش الزمالك والوداد؟ شفت بقى ان انت عايز تبيع لي الوهم وعايزني اشتريه؟ شفت اهو، انت عايز تبيع لي الوهم وعايزني اشتريه. فعشان كده بقول لك انا اللي اقدر اقول لك بقى دلوقتي انا متضرر اهو، لان انا وقتها ما لعبتش على استاد القاهره، تمام، وعدد الجماهير كان قليل. انت فزت وانا اتعادلت. لكن انت تطلع تقارن لي حضرتك بقى كسوشيال ميديا زملكاويه، تطلع تقارن لي ماتش الوداد ماتش الهلال السوداني خالص. اوعى تقول لي كده، او اوعى تقارن المقارنه دي. ده ماتش يعني مصيري فيصلي، النادي الاهلي مطالب ان هو يفوز باي نتيجه، يعني فرق 2 فما فوق، او 1-0 ما يدخلش فيه جوان. لكن انت حضرتك ده ماتش كان في نص دور المجموعات. الماتش التاني ده كان ماتش في نص دور المجموعات، لا هو ماتش فاصل ولا اي حاجه من الكلام دوت. طيب، هل بقى لو انت كان عندك امل لحد اخر جوله في دور المجموعات، اللي هو ماتش المريخ اللي هيبقى في القاهره، هل لو انت كان الماتش ده فاصل ومصيري بالنسبه لك، ما كانوش هيوافقوا لك بنفس عدد الجماهير؟ لا، كانوا هيوافقوا لك بنفس عدد الجماهير اللي هتدخل للنادي الاهلي.
هي بالظبط كان هيدخل لك نفس عدد الجماهير. لكن بما ان انت طلعت خايب وخرجت من دور المجموعات بدري، وبقى الماتش بالنسبه لك الاخير ده ماتش يعني تحصيل حاصل، بقى ماتش زي الحصاله كده اللي هو روحوا يلعبوا بعض، عارف انت اللي هو ايه، ماتش عدايه كانه ماتش ودي، فانت اللي طلعت خايب. فكمان اللي بيقارن ده، ما اوعى تطلع خايب وتقارن ماتش الوداد بماتش الهلال السوداني عشان ما حدش يضحك عليك. في النهايه الفيديو خلص، لكن كلامنا مع بعض لسه ما خلص. اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. السلام عليكم.